بس مش مكتوب كلين كود، مفيش اركتكتشر. لا انا كده بقى انا نتخانق معاك. احنا كده بقى نتخانق مع بعض. قول انا معاك اهو. من اول ما بدخل الجراديويشن بروجكت لازم ابقى حاطط قدامي هدف. هل انا بعمل الجراديويشن بروجكت ده عشان خاطر انا اخلص السنه ديت واخد الدرجات بتاعته وزق معايا السنه وكده؟ فرنس انا ممكن في الفكره ما اوصلش للريزلت في الاخر اصلا من كتر ما الوقت ضيق، وانا عملت محاولات وايتريشنز بالهبل وخيشت. هل انا هري انفنت الويل من الاول؟ هل انا هطلع موديل بيعمل حاجه ما فيش حد عملها؟ هل انا هنافس يعني الريسيرش بتاعت جوجل وميتا ومايكروسوفت وكل الناس ديت؟ يعني it doesn't make sense. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلام اوفر فلو، البرنامج اللي بنحاول نساعد فيه الايرلي كارير تك بروفيشنالز، الطلبه والخريجين، الناس اللي علاقه بالمجال بتاع التك، في ان احنا نجاوب على الاسئله والاستفسارات اللي ممكن تكون عندهم في خلال الفتره دي من الكارير. انا عمر رضا ومعايا صديقي احمد خالد. مش هسالك اقول لك كنت عامل ايه، نخش في الموضوع على طول عشان الموضوع بتاع النهارده ممكن يكون برضو بيجي في بال ناس كتيره جدا في الكليه خصوصا في اخر سنه، الا وهو مشروع التخرج. فاحنا النهارده عايزين نفصص البروسيس بتاعت مشروع التخرج من اول بسم الله الرحمن الرحيم الفكره والتيم وصولا لازاي بريزنت، وما بعد التخرج كمان ازاي استغل مشروع التخرج ده. طيب خلينا نبدا في الاول كده من الاول خالص في البروسيس، الا وهو ان احنا ازاي نحدد الفكره. خليني اسالك، هل هو المفروض وانا بحدد الفكره دي اكون جايب حاجه مثلا تبهر الدكتور، او مثلا حاجه تكون علميه بحته، ولا افكر في الموضوع على انه بروجكت وهبيعه بعد التخرج وانها تبقى حاجه برودكت بيزد؟ خليني افهم كده تصورك او وجهه نظرك عن ازاي ان انا احدد الفكره بتاعتي دي بلاقيها ازاي. بص يا عمر، وانا مبدئيا ببقى من اول ما بدخل الجراديويشن بروجكت لازم ابقى حاطط قدامي هدف. هل انا بعمل الجراديويشن بروجكت ده عشان خاطر انا اخلص السنه ديت واخد الدرجات بتاعته وزق معايا السنه وكده، ولا انا بعمل حاجه اكشلي لما هدخل في انترفيوز بعد كده هتكلم عنها هتبقى من اهم البروجكتس اللي عندي في البروفايل بتاعي او وات ايفر. فخلينا الاول نشوف هل انا عاملها عشان خاطر ابهر الدكتور. فلو انا عاملها شبه الدكتور واخد الدرجات وبتاع خلاص كان بها. اعتقد الحلقه دي بنسبه كبيره الكلام ده مش هيبقى موجه يعني للناس اللي هي ايه عايزه تخلص نفسها وناخد درجات وشكرا. طيب لو انا بعمل حاجه عشان احطها في البروفايل بتاعي، فانا هنا عندي حلين او طريقين ممكن امشي فيهم: اكاديميك مايند سيت او اندستري مايند سيت. طيب انا لو انا بعمل حاجه اكاديميك مايند سيت، انا دلوقتي بقى بطلع مثلا انا عارف ان انا اشتغل في الاي اي، وليكن الاي اي بما ان هو الحاجه اكتر حاجه ترندي وكل الناس عايزه تعمل حاجه، او كل الناس حتى عايزه تحط الفليفر بتاع الاي اي في الموضوع. هل انا لازم اعمل حاجه معقده؟ اطلاقا. هو الموضوع مش كده. المايند سيت اللي انا ببقى داخل بيها، الدكتور ممكن يبقى عايزني في الاخر ان هي باصص لها من ناحيه، في بعض الدكاتره بتعمل كده، باصص لها من ناحيه ان انا عايز الشخص دوت هيطلع ريسيرش بيبر، هيعمله سيرفي بيبر، هيحسنه موديل في حاجه هتضاف له هو بما ان هو هيحط انفستمنت من وقته واسمه وبتاع. عايز اخر السنه اللي انا يبقى اسمي موجود على حاجه. حلو. فدي مش وحشه طبعا، هاويفر دي ممكن تجر التيم كله ناحيه حاجه هم مش حابين يعملوها، يبقى الموضوع اكاديمي بحت والشباب ما يبقاش هو ده التارجت بتاعهم. حته ان انا اطلع بيبر في الاخر دي حاجه كويسه جدا، هاويفر مش ده كل هم الناس. يعني في ناس عايزه تعمل حاجه عشان خاطر لما اخرج بعد كده في الانترفيو اعرف اتكلم فيها وتبقى كبيره في البروتوفوليو او البروفايل بتاعي. خصوصا ان ده كمان واحد من ما كانش في القريه الكليه، ده اكبر مشروع هيتعمل في نطاق الاكاديمي او الخمس سنين لو اللي انت قاعد حاجه على جنب، بس انا بتكلم في القريه الكليه دي اكبر حاجه هتتعمل. غير كمان ان هو بيبقى فيه حاجات تانية، ان انت لو عملت حاجه ممكن تبقى عاملها انت لوحدك كبيره او وات ايفر، لكن دوت انت بتقيس فيه حاجات تانية وبتاخد فيه بتجين فيه سكيلز كبيره. مش وارد قوي ان انت تعملها لو بتعمل حاجه مع نفسك. انت معاك تيم وممكن تبقى انت الليدر، او ممكن تبقى عارف المشاكل اللي بتقابل تيم عشان بعد كده لما هتخرج هتشتغل مثلا سوفت وير انجينير، فانت برضه هتشتغل في تيم بتقابل التولز اللي السوفت وير انجينيرز بره بيشتغلوا بيها، ودي هنتكلم عليها خلال الحلقه. بتبراكتس الليدرشيب في المشروع. بالظبط وبتبراكتس التيم كونفليكت وبتبراكتس حاجات كتيره جدا هي هتقابلها لما تخرج بره. فانا مش عايزين نخرج بالعقليه ان انا عايز ده زيها زي اي ماده، يا عم انا عايز اجيب فيها مثلا الامتياز وخلاص
كده شكرا. مم. طيب ده بس كانت حاجه مقدمه لازم اقولها في البدايه كده عشان الناس تبقى محدده هدفها من الاول، انا عايز اعمل ايه في المشروع بتاعي. طيب وانس ان انا عايز اعمل حاجه اكاديميك بالاكاديميك مايند سيت. طيب انا عايز اعمل حاجه ديت وهطلع في الاخر بيبر، هل انا هري انفنت الويل من الاول؟ هل انا هطلع موديل بيعمل حاجه ما فيش حد عملها؟ هل انا هنافس يعني الريسيرش بتاعت جوجل وميتا ومايكروسوفت وكل الناس ديت؟ يعني it doesn't make sense. مش عايز ابقى بحبط الناس يعني، لا بس ما ماشي، عندكش انت حتى الامكانيات اللي ومش تعمل بيها المفروض حاجه ان زي دي كده. تبقى طريقه تفكيرك. يعني انت مش هتفكر ان انت تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، بالظبط. خصوصا في الحته بتاعت الاكاديميك دي ما اتعملتش قبل كده. يعني مش عارف، انا بقول لك مش عايز احبط الناس، واكيد في كل حاجه اتعملت ليها اول حد عملها، بس ما بيبقاش دوت قوي الفوكس بتاع الناس بتوع مشروع التخرج. لكن انا ممكن يبقى عندي المايند سيت بتاعت ان انا في حاجه موجوده وبتطلع ريزلتس كويسه جدا، انا عايز اخليها كويسه جدا وحته. مم. بمعنى ايه؟ ان انا هخلي مثلا الموديل ده اللي بيطلع الاكيوريسي مثلا 87%، انا هخليها 88% عادي جدا، 89% ده اتشيفمنت. مهم. فانا هيبقى الفوكس بتاعي والسكوب بتاعي انا محدده من الاول. فدي اول بوينت. البوينت الثانيه، هل هي لازم ده الرد الاول بس على حاجه معقده ولا لا؟ قلنا لا، مش هنري انفنت الويل. لو انا بعمل حاجه معقده ممكن بعدين في الدراسات الاكاديميه بقى بتاعت اللي هو ايه، ماجستير بقى وانت ماسترز عايز تكمل والدكتوراه دكتوراه. وحاجات زي كده، مم. بس اوت اوف سكوب شويه بتاع المشروع مشروع بتاع تخرج. التخرج. طيب الفكره بتاعتي بقى، هل انا عايز اعمل حاجه لما اخرج اتكلم عليها في الانترفيوز؟ برضه انا مش عايز الناس اللي بتفكر في الحته دي تغفل ان في الاخر في دكتور او في لجنه مناقشه تقيمني. مم. فانا هخرج منها ايه؟ هتبقى الحاجه سوفت وير انجينيرنج صرف وكلين كود وكل واركتكتشر ديزاين وكل الكلام الجميل ده. هاو ايفر هي اتس يعني ميسنج الحته الاكاديميك. مم. فانا كده ايه يعني انا هخرج اتكلم بيها بس ده لو خرجت، لو هم عدوني بقى منها. فهو من الاول من البدايه انا ببقى برضو بقرا دماغ الدكتور، لان هو يعني امبورتنت ممبر في التيم. هو في التيم بتاعي الدكتور او البروفيسور او السوبرفايزر ده في التيم بتاعي. مش بقول لحد اللي هو هيناقشني، مش هو ده اللي بيناقشك. مم. في لجنه تانية هو بيبقى ممكن يبقى جزء منها. طبعا بيبقى في بعض التوافقات ساعات في ما بين الدكاتره، اللي انا اللي هحط الدرجات بتاعت التيم بتاعي باعتبار برضو اللي هو شايف البروجرس بتاعهم خلال السنه. بس مش بنتكلم في الحته دي قوي دلوقتي. انت اتعامل معاه لان هو حد في التيم بتاعك، لازم فروم داي 1 تبقى متفق انت وهو البروجرس بتاعنا يبقى شكله ايه، السكوب بتاع البروجكت شكله عامل ازاي. وطبعا هنتكلم قدام شويه واحنا بنتكلم الحاجات ازاي ممكن تبقى دوكيومنتد عشان خاطر ما فيش اي طرف من الاطراف يرجع في يلدي كلامه. يرجع في كلامه ويلبس التاني، او طبعا كده انت مش هتعرف تعمل حاجه مع الدكتور يعني. بس اقصد اللي هو ايه، ما ياثرش في البروجرس بتاع التاني او ياثر في وقت التاني. ف از سمري، لا انا مش لازم ابقى بعمل حاجه معقده. انا بس من الاول محتاج احط خطه، هل هي هتبقى حاجه باندستري مايند سيت، فانا محتاج ابقى بعمل ريسيرش للسوق ويبقى عندي السنس اوف بيزنس ده عشان بعد كده لما اقدر اتكلم عليها، ولا هي هتبقى حاجه اكاديميك صرف، او هتبقى ميكس ما بين الاثنين. يعني هي فيها حته هعمل لها مونيتايزيشن بحاجه في الاي اي، هعمل فيها حته بزنس انتليجنس، هعمل فيها حاجه موديل كده اي اي يعمل سجستشنز، يبقى فيها الفليفر بتاع الاي اي، وبحيث ان انا ارضي الدكتور واوري له ان انا بعمل حاجه ديت اللي هو انت مثلا بروفيسور فيها او انت متخصص فيها او وات ايفر. مم. وفي نفس الوقت اعمل حاجه لما انا اتخرج اتكلم عليها في الانترفيوز. بس انا مهم بالنسبه لي اعرف رايك. طيب انا لما كنت هخليني اقيس لك ده على اللي انا عملته لما كنت انا في الكليه، لما جيت احدد فكره مشروع التخرج. في الاول انت برضو من قله الخبره بتبقى عندك نوع من انواع الاحلام الورديه. انا عايز اعمل البحر طحينه، هي ما بتمشيش كده. وانت كمان بتغفل عن جزئيه انه في كذا فاكتور بيتحكم في مشروع التخرج، منهم الوقت عامل مهم جدا. وانت من كتر ما انت بتسرح بخيالك، انا عايز اعمل واخلي واسوي، ممكن وانت بتحط البلان قدام الدكتور وتمام، وتيجي على اخر السنه بتاعت مشروع التخرج وتلاقي انك ما لحقتش. ليه؟ انت فكرت ان انت عايز تعمل حاجه كبيره قوي زياده عن اللزوم، وما عملتش حساب التايم فريم اللي انت بتعمل فيه الحاجه دي. صح. فمهم قوي ان الطلبه وقت ما يحددوا فكره مشروع التخرج يفهموا كونسبت الام في بي. تمام، الام في بي او المينيمال فايبل برودكت، ان انا اطلع حاجه فيها الكور فانكشناليتي بتاعه البروجكت او الفكره اللي انا بقترحها دي. تمام، محدش قال لك انا محتاج اطلع حاجه تطلعها على الماركت. لو انت بتتكلم على حاجه تكون برودكت، انا مش محتاج اطلع اندستري ريدي او ابقى ريدي ان انا اطلع على الماركت دلوقتي. لا،
والله انا بقول ان انا عايز اعمل فكره ما، الفكره دي اهم فانكشناليتيز فيها هي 1 2 3 4، اطلع بدول. امم تمام، والله عندك كباستي، لقيت ان انت على اخر التايم فريم بتاع مشروع التخرج عندك وقت زياده، حط 5 و6 و7 مفيش مشكله. بس الكلمه اللي هتطلعها من بقك ان انا هعمل بروجكت بسكوب معين بفانكشناليتيز معينه تكون قد التايم فريم اللي انت عارف انك هتشتغل فيه. تمام. طب انا لو ببص لها من الناحيه الاكاديميه، ان انا ببص على الاكاديميك ريسيرش صرف، انا مش عايز اروح او مش عايز اقول لحد يروح ناحيه الاكاديميك ريسيرش غير لما الاول يفهم هو الاكاديميك ريسيرش دي بتتعمل ازاي. اوكي. يعني قبل ما تقرر ان انت عايز تعمل مشروع تخرج الفكره بتاعته اكاديميك صرف، او حاجه هتبقى ريسيرش او بيبر هتطلع في كونفرنس او وات ايفر، افهم الاول الناس دي البروسيس اللي بيخش فيها عامله ازاي. افهم يعني ايه سايتيشنز او اقتباسات من ابحاث تانية. كل الناس او اغلب الناس اللي بتبقى في الكونفرنسز دي زي ما انت كنت بتتكلم، الناس بتبروبوز انهانسمنت على السكوب بتاع ان احنا عملنا اتشيفمنت، حسنا من وجود حاجه معينه، البرفورمانس احسن، وقت اقل، يوتيلايزيشن ميموري اقل، ايا كان الاتشيفمنت اللي هو عملها. وفي الاخر الكريديبيليتي بتروح للبيبر دي اخر حاجه مثلا اتعمل لها ريليس في الكونفرنس الفلاني، بتقول ان احنا ممكن نحسن اداء شيء ما من اكس لواي، بس او انا نوفر عايز من اكس لواي. اضيف حاجه، بس هو عشان برضو التارجت لو هو بتاعي ان انا في الاخر اطلع ببيبر في الجراديويشن بروجكت تبقى فيها الانهانسمنت بتاعي، لازم برضو ابقى سيت الاكسبكتيشنز، وبالذات الناس اللي في الاكاديميك عارفين حاجه زي كده، ان البروسيس دي طويله وبتاخد ايوه وقت. طبعا، ما بقول لك يعني انت محتاج ممكن تقرا. بيبعتوا البيبر في ابريل السنه دي، ابريل السنه الجايه بعد ما يرجعوها لهم مش عارف ايه، تبدا ايه ده لو حد ممكن محظوظ كمان، ده على اوقات افتراض تاخد ان اكتر انت، من ده على كده. افتراض انك كلمت الكونفرنس، انا ممكن في الفكره ما اوصلش م- للريزلت في الاخر اصلا من م- كتر ما الوقت ضيق، وانا عملت محاولات وايتريشنز بالهبل وخيشت. م- ليه؟ انا اصلا عقبال ما ادركت فكره البروسيس بتاعه ان انا اطلع ساينتفك بيبر دي خدت وقت طويل، واحنا م- بنتكلم في ترمين. م- وما تقنعنيش انك تفضل شغال مشروع تخرج في النص يعني. ف حط في عين الاعتبار ان انا عندي تايم فريم، انا متأيد تايم فريم. انا مقدر فكره ان انت عايز تعمل اللي ما اتعملش، تمام، حقك. جود فور بس يو يعني. جود فور يو طبعا وكل حاجه، بس خليك فاكر ان انت في الاول وفي الاخر متأيد بتايم فريم، متأيد ان في ناس هتجريد اللي انت عملته ده. لو جيت على اخر السنه قلت لهم انا ما عملتش حاجه عشان الوقت كان ضيق، ما حدش هيسمي عليك يعني. تمام. فحط في عين الاعتبار التايم فريم، سواء هتدخل في السكه بتاعت الاكاديميك او هتدخل في السكه بتاعت ان انا اعمل برودكت بيز، او حتى الميكس من الاثنين. ودايما خليك يعني خلي ده في نوع من انواع الحاجات اللي انت بتفكر فيها از مايند سيت كسوفت وير انجينير. دايما طلع الحاجه في الفريم بتاع الام في بي. بلاش اقول ان انا هعمل بروجكت بيعمل 20 فيتشر وانا لسه مش عارف اون ذا ران كده ممكن يحصل ايه. ركز على 2 3 طلعهم، بعد كده اشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي. بس انا لو انا بعمل حاجه فيها سوفت وير انجينيرنج، انا برضو ايه ممكن ابقى مستفيد من حاجه زي كده، ان انا ابقى انا اللي ريدي تو ماركت، مش الفكره بتاعتي وماله الريدي تو ماركت. وماله. اللي انا اشتغلت على التولز زي ما كنا بنقول كده ولسه هنتكلم، عملت برودكت فيه اللي بيحقق السكيلابيليتي، هو تيستبل مينتينبل. دي انت وشطارتك بقى. لا ما هو انا مش هبقى عملت حاجه، يعني انا من وجهه نظري مش انا وشطارتي، لو انا اعمل حاجه سوفت وير انجينيرنج ما هو في فانا ناس بتقول لازم لك، اطلع فيها الكونسبت بتاعت السوفت وير في ناس انجينيرنج. بتطلع الفيتشر. انا قلت انا هطلع 4 5 فيتشرز فطلع الفيتشرز، ما انا انما مش بس ممكن اكون بطلع حاجه بترن. ما عملتش براكتس البيست براكتس سيناريوز، او البيست براكتس اللي ممكن يعملها السوفت وير انجينير في انه يريليز بروجكت مثلا. انا ممكن اكون طلعت بروجكت بس مش مكتوب كلين كود، مفيش اركتكتشر. لا انا كده بقى انا اتخانق معاك، احنا كده بقى نتخانق مع بعض قول قدام انا معاك اهو. اللي انا بقول لك شايفه. طالما انا عملت حاجه سوفت وير انجينيرنج فهي تطلع صح، هي يعني ما اقولش ان انا الحاجه بتشتغل، ما الحاجه بتشتغل واللي ورا يعني سوري في اللفظ يعني ربش. اللي يعرف ابويا يروح يقول له بقى، ما هو في الاول وفي الاخر ما انا ده هنتكلم. اللي هتكلم عليه بعد كده في الانترفيوهات، بالظبط. ابويا هيعرف. ماشي ابويا هيعرف صح. ابويا هيعرف. ايوه بالظبط. ده ليه انا بتكلم على الكونسبت بتاعي ان انا احدد الفكره وابدا اشتغل. والله انت عايز تطبق بيست براكتسز في سوفت وير انجينيرنج، جود فور يو. المستفيد او اللي هيطلع بمحصله حاجه زي كده مين؟ حضرتك، مش حد تاني يعني. في الاول وفي الاخر لما تيجي تبريزنت الايديا قدام الدكتور، مش هتخش معاه في الكود بيز ونقدر نقعد نقرا. احنا مش هنقعد نقرا. تمام. بس هنبص على كور فانكشناليتي شغاله ولا مش شغاله، صح؟ بص هي دي وجهه نظرك، هي مش حته هنقرا، بس انا بقول انا لو طلعت حاجه سوفت وير انجينيرنج لازم تبقى مينتينبل، ايوه احنا سكيلابل، بنريكومند ده. تيستبل. هل الطلبه هتعمل ده؟ الله اعلم. لا الطلبه لازم تعمل دوت. لو انا بقول لك اطلع حاجه سوفت وير انجينيرنج، خلاص احنا فانا مش بطلع فكره، ما مش انا بطلع معاك. فكره، لانه دلوقتي احنا عندنا معلش يعني حاجات الاي اي، انا مش عايز اقول اسامي يعني، بس هو في تولز كتيره اكتب لها انا الفكره، هي اللي تعمل لي الريسيرش وتعمل لي ام في بي وتبقى ريدي كمان، تعمل له ببلش كمان على جوجل بلاي او وات ايفر.
فانا كده انا عملت ايه لو انا بعمل حاجه بس بتشتغل وانا عشان مش كده فاهم في الباك جراوند الدنيا ماشيه ما ازاي؟ انا عشان كده بقول لك احنا ريكومند ان انت الطبيعي ان انا مم. طالما عندي الفتره دي مم. استغلها افضل استغلال ممكن، زي ما احمد كان بيقول كده، ان انا اطبق كل البيست براكتسز اللي في الدنيا، احتك بكل التولز اللي ممكن احتك بيها في الدنيا في خلال الفتره دي. تمام. بس الدكتور في مشروع التخرج مش هيبقى بيقيس ده، احنا بنتكلم ده عشانك انت، يعني انت از مم. سوفت وير انجينير عشان تطلع كواليفايد انف للماركت وانك طبقت بقدر الامكان على هذا المشروع، انت اللي هتبقى مسؤول عن ان انت تطبق ده بنفسك. كمان خلي بالك اغلب مش عايز اعمم، في دكاتره كتير في الجامعات ممكن ما يبقاش اوير قوي احنا فين في الماركت، يعني احنا فين في السوق تول وايز. انت ظالم يا عم، مش ظالم ليه؟ ظالم كتير، دي ظلم. انا بص قلت انا بقول لك انا قلت هتبقى كتير انا اكتر قلت كتير حلقه انا قلت بنتخانق كتير، فيها قدام رجعت كلامي، انا قلت كتير. بس في ناس انا احتكيت مع مم. دكاتره مم. هو بعيد عن الماركت، هو اكاديميك متابع وشيء جميل وكل حاجه، بس احنا فين من الماركت ما نعرفش، او مش اوكي. اوير بايه اللي ممكن يكون مثلا بيتطبق في الشركه. اقول لك اكتر حد ممكن يلاحظ حاجه زي كده مين؟ مين؟ اللي خد انترن مثلا في شركه وبيحاول يطبق اللي طبقه في الشركه في بروجكت مشروع التخرج، يعني خد الاكسبوجر بالعكس، اشتغل الاول بعد كده راح يعمل مشروع التخرج، بيحاول يطبق اللي اتعلمه في الشركه في مشروع التخرج، والدكتور مثلا عشان كبير او مثلا مش اوير بالماركت شغال مم. ازاي، فيبدا يحصل كونفليكت. خليني اقول لك ان دوت فعلا موجود، بس هو يعني انا برضو بناء على اطلاعي او يعني نظرتي للدكاتره في الجامعات الخاصه قبل يعني الجامعات الحكوميه كانت بالذات الجامعات الخاصه بتحاول تصطاد دكاتره، يعني اغلب الجامعات يعني بتعمل كده اللي هي عايزه يبقى ليها اسم تصطاد دكاتره يبقوا ايه، ناس فلاتات. تمام. وهم اصلا برضو في الجامعات الحكوميه بقى يعني حدث ولا حرج. انا عشان خاطر اوير بدكاتره في جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه حلوان اللي انا متخرج منها، فانا بقول لك لا الموضوع ما كانش كده بشكل كبير في دوت. وانا فاكر باريكول، طبعا مش هقدر اتكلم باريكول اسماء دكاتره فعلا كانت بعيده كل البعد عن ودكاتره الحاجه. مشاريع تخرج، يعني انت ممكن تلاقيهم كمان ما هو للاسف لان في هي الجوري طلاب بتبقى محكومه بالبول اوف والعدد. بالظبط. بروفيسورز اللي بالظبط موجودين، بالظبط. في منهم، بس هو مش دوت الطبيعي او مش ده اللي المفروض يبقى حاصل. بس اكيد التشالنج انت بتقوله هو موجود وفي ناس انا بقول لك قابلته وناس انت هتقابله لسه. تاني، هو انت از سوفت وير انجينير انت المسؤول، مم. ما حدش هيساعدك، ما حدش هيقول لك تعمل ده، انت المسؤول عن ان انت تطبق البيست براكتسز في مشروع التخرج بتاعك. ما حدش هيجي ياخدك من ايدك، ما مم. تعتمدش على دكتور. ده والله كان بيعرف خير وبركه، ما كانش بيعرف انت تعامل على انه انا مش محتاج ان انا الدكتور يجايدني، انا محتاج اقرا اعرف كويس البيست براكتسز عامله ازاي، ازاي اعمل كلين كود، ازاي ابني اركتكتشر لسوفت وير بروجكت وهكذا، وابدا ان انا مم. اطبق ده. في الاول وفي اوكي. الاخر زي ما قلت لك مشروع التخرج كمان اللي في دكاتره بيبقى عليهم مثلا ناس كتيره، فمثلا بيبقى بيعمل ميتنجز او بيتابع معاك مثلا كل فتره، مم. كل اسبوعين، كل ثلاثه، مم. فمش هيبقى معاك بقى وانت بتكتب بتعمل ايه، في الأول وفي الآخر، طب انتوا فين يا اولاد دلوقتي، وصلتوا فين، وصلنا في حته فلانيه، طب خلي بالكم احنا اصلا عطلانين في ده يا دكتور، نعمل ايه، فيبدا الدكتور يرد على الاسئله، انما في البروسيس هو ما بيحطش ايده. طبعا ما بيحطش ايده، بس هي برضو الميزه ان انا في بعض الطلاب ممكن تعرف اللي هي ما بيبقاش عندها سوبرفايزر بس، لا ده هي عندها اللي هو زي سوبرفايزر اسيست مثلا او اسيستنت او وات ايفر، هو ممكن يبقى معيد. فانا في بيبقى مشروع تخرج فيها معايا معيدين؟ يعني ده كتير. انا ما حضرتش ده عندنا احنا جوه كتير مشروع تخرج مع دكتور او يعني. ممكن دكتورين كمان. ما هو الفكره زي ما تقول في دكتورين، ممكن دكتور ومعيد، هو المعيد دوت لا بيحضر دكتورين مش دكتور ومعيد، دكتورين اوكي وهم اللي بيتابعوا طول هم اللي السنه. بيتابعوا طول السنه. طبعا أنا مش عارف يعني كل واحد على على حسب حسب الجامعه تجربته، كمان. على حسب الجامعه وعلى حسب المتاح بالنسبه له. بس انا بقول لك لو انت او حتى ممكن يبقى الموضوع بشكل ودي، الحته ان انا ابقى بقالي في الجامعه 4 أو 5 سنين وما عنديش نتورك كويسه ببعض الدكاتره او بعض المعيدين اللي هم مش هقول لك يحطوا ايديهم في الكود بتاعي، بس انا اقدر حد يروح ارجع اساله لهم يعني. بالظبط، اقدر ارجع لهم اخد منهم افكار. وبعدين معلش برضه انا 5 سنين في الجامعه وما عنديش نتورك بره باي حد، ما عنديش نتورك بحد اكبر مني في دفعه وكان شاطر في الكودينج فممكن الجا له وابص على الجراديويشن بروجكت بتاعه وابص لو هو اشتغل دلوقتي. ما عنديش نتورك في اي حاجه، فانا الدنيا بالنسبه لي عطلانه وواقفه على سنجل بوينت اوف فيلر زي ما بنقول كده، اللي هو الدكتور لو مش معانا انا خلاص كده عشان كده ضعت. بقول لك دي مسؤوليتك، انت مم. هتشيل شيلتك معلش في الاول وفي مم. الاخر. والله معاك اعظم دكتور في الجامعه، ده اكتر دكتور الناس بتشكر فيه، جود فور يو، شيء عظيم، اعتمد على نفسك. اوكي. طب اند اوف هي اند اوف اند اوف ده بالنسبه لي اند اوف ديسكشن، علشان في الاول وفي الاخر انت هتقدر تبراكتس الشطاره بتاعت ان انا مثلا عايز ابقى ريدي للسوق مم. لوحدك. الدكتور هيقول لك ممكن لما تعطل يجاوبك على اسئله، بس الطريقه اللي انت شغال بيها انت والتيم بتاعك ثرو السنه، ما فيش دكتور في الدنيا هيبدا يتابع الناس دي بتعمل ايه كل يوم يعني.
طب انا لو الدكتور بتاعي، معلش يعني برضو عشان اقول اند اوف ديسكشن، بالنسبه لي لو الدكتور بتاعي وانا بعمل حاجه سوفت وير انجينيرنج بالذات، وهو مش مطلع على، مش هقول لك الكود مش هيمشي لاين باي لاين، بس مش مطلع على الاركتكتشر واللي احنا بنطبق الكونسبتس بتاعت السوفت وير انجينيرنج، وهو ليه علاقه بس بالفكره وانت بتطلع لي حاجه شغاله، يبقى في الاخر يعني سوري انا ما عملتش حاجه طول السنه. واللي انت يعني الريزلتس بتاعتك انت كان ممكن تقعد اسبوع تعمله على حاجه زي ريبلت بقى، ونقول اسامي مثلا اي تولز بكتب عليها الفكره تطلع لي الكونسبت بتاعي ويبقى ريدي تو ببلش وات ايفر. صح. ف ما انا معاك اهو، انا وانت مش معترضين في اه الجزئيه دي، قد ما هو في الاول وفي الاخر محتاج يعمل شغله از سوفت وير انجينير. هو طالب لا مساعد الدكتور خير بركه ما لقاهاش، دي شيلتك يا معلم بس وانجوي لو ما يعني. لقاهاش معلش حاول برضو كنصيحه انك تلاقي حد يجايد يو او يراجع عليك او يريفيو الكود بتاعك او يريفيو الكونسبت بتاعت السوفت وير انجينيرنج، سواء هو حد اكبر منك في الدفعه، حد شغال بره. معلش انت لو ما عملتش نتورك يبقى انت تستاهل بقى اللي يجرى لك. بالمناسبه فانت صحيح، على بمناسبه موضوع ان حد يراجع الكود بيز، انا كمان ما افتكرش ان في المناقشات حد بيسالك الكود بيز ده مكتوب ازاي. يعني الناس ممكن تسال انت استعملت مثلا الجوريثم عن الجوريثم تاني ليه، انما مكتوب ازاي ما حدش بيبص في اكواد. ابص في ما كود دي صعبه قوي. حته لا، وانا كان عندنا كان بيبصوا في اكواد المعيدين، لان انا كنت ببقى بتناقش مع دكتور في الفكره وقدامهم الدوكيومنتيشن وبتاع، في معيد قاعد جنبنا ورا. انا فاكر يعني اتليست الجراديويشن بروجكت بتاعي اوكي. كانت دكتوره ايمان، يعني ربنا يمسيها بالخير، كانت قاعده معانا ورا وماشيه معانا على الكود. بس انا ما كناش بنعمل حاجه سوفت وير انجينير، كانت حاجه اي فكانت ماشيه معانا على الكود، مش بتقرا لاين اوف لاين، بس بس هي دي حاجه بتشوف حلوه. انت بتعمل ايه، وانت بتقول لي انت بتطلع الاكيوريسي الفلانيه، تعالى وريني بقى ازاي لما هنرن الحته دي ودي. فهي بس دي ماشيه حاجه معانا كده حلوه، يعني اهو بقول لك انا بالظبط. مثلا على مدار الفتره اللي انا خدت فيها في الكليه، انا ما افتكرش ان حد جاب لي سيره ان الدكتور راجع كود دي. امم يعني ولا حتى احنا ما كانش عندنا سكشن موضوع ان بيبقى فيه معيد مع دكتور، هو بيبقى دكاتره واحد او اثنين بس، حد يقعد يراجع الكود امم ما صادفتهاش بصراحه يعني. بس هو في الاخر بيسالك في الفيتشر عملت امبلمنتيشن ازاي بتاع، سواء اي او مش اي عملتها ازاي اوكي وخلاص. اوكي. طيب تعالى بقى ندخل في خناقه تانية. احنا قول. كده خلصنا اول خناقه بتاعت بتاعت الفكره. الفكره، احنا ما خلصناهاش، احنا ات سام احنا بوينت هنرجع تاني احنا نتخانق. ممكن نرجع تاني كمان حسب اسئله الناس، يعني ممكن بالظبط، نريفيست الموضوع. يعني ممكن نعمل مشاريع التخرج الجزء الثاني. اه عادي، ممكن نعمل اوكي. مشروع تخرج برضه طيب الخناقه الثانيه بقى بتاعت التيم، مم. وهي حاجه شويه برضو بتبقى صعبه على ناس كتيره. يعني انا اختار، انا برضو بحكم ان انا قاعد 5 سنين في الدفعه، فانا المفروض برضو مش مغيب، عارف انت مين مش الناس مغيب الشاطره يعني اكيد ومين عارف. الناس اللي نص نص، ودخلت مشاريع كتيره مع كل ناس ماده تانية. ليها مشاريع. امم. فانا طلعت اتليست بتيم. طب لو انا ما طلعتش او ما عنديش تيم كامل، هنقول ما عنديش تيم كامل يعني عشان تبقى شكلها اشيك، امم. هل اختار صحابي يبقوا موجودين معايا في الجراديويشن بروجكت، اللي هو في ما بيني وما بينهم كده ايه زي سنس كده، في سوفت سكيلز، اللي هو ايه احنا الصحاب بقى، فاحنا على طول قاعدين مع بعض والقعده حلوه وبتاع. وانا مجربهم وهم مجربيني فالدنيا كانت بتمشي في المشاريع اللي فاتت يعني. ولا اختار الناس اللي هم بيقولوا عليهم كده ايه التنانين بتوع الدفعه، اللي هم الناس بتوع الاي بلس والناس الشاطره والناس اللي هو كان ايه يعني جامدين شويه. طيب وانا اصلا يعني برضو تخيلي ان الناس الجامدين في الدفعه عارفين بعض، فهم مم. عاملين تيمات. يعني قليل قوي لما بتلاقي حد جامد في الدفعه مش في تيم دي، يعني دي برضو استبعدها. بس نفترض انه في حد، او نفترض ان في ناس من التانيين الدفعه مش في تيمات، افترض معاك هذا الافتراض. مم. انا ممكن اميل اكتر ل صحابي عن اشطر ناس في الدفعه. ليه؟ هو الموضوع ليه ميزه وليه عيب للامانه يعني. اكتر حاجه بتميز ان انا اروح لاصحابي دي ان مفيش حده في التعامل، فهعاتب براحتي وهنتكلم في الحاجات الصح براحتنا، يعني هنتكلم في الصح والغلط من غير ما يكون في حساسيات. ما هم اصحابي، ف والله لو حد بيعك في الشغل هعرف اتكلم معاه من غير ما يبقى في حساسيات، مش محتاج مم. ان انا ايه ابقى مقلق من رد فعله بتاع، عادي ما احنا اصحاب. ونفس الكلام للجانب الكويس من الموضوع، ان انا لو مثلا عايزين نشتغل على حاجه ونبدا نشجع بعض وما الى ذلك، برضه ما فيش حساسيات في الموضوع. مم. فبتلوز حته ان يبقى في حساسيه في التعامل مع حد ما اتعاملتش معاه قبل كده دي. اوكي. تمام. طب الجانب الوحش بقى. الجانب الوحش ان ممكن ما يبقاش اشطر واحد، او ما يبقاش من الناس الشاطره، فيبقاش على درايه ممكنه بحاجات كتير ممكن تفيدك انت في المشروع. ما انت في الاخر برضه عايز تطلع اكبر استفاده من المشروع. اوكي. فممكن صاحبك اللي هو صاحبك ده ما يبقاش من الناس اللي هي ممكن تفيدك قوي في قصه المشروع، فتبقى معاك حمل، مش حد يساعدك. فانت وشطارتك، ما انت برضو مش معنى ان انا اختار صحابي ان انا مريح. برضه احنا عارفين ان الناس الصحاب دول في منهم اللي واقعه خالص والدنيا رايحه منهم في داهيه، وفي ناس في النص، وفي ناس شاطره. مم. فانت وشطارتك برضو ان انت ما تبقاش بتنقي حد يبقى حمل عليك. فانا ما بقولكش ما تتعاملش مع اصحابك، او مثلا ما تنقيش غير صحابك، او ما تنقيش مثلا غير اشطر ناس في الدفعه. حاول تلاقي البالانس اللي ما يخليش في اهم حاجه في مشروع التخرج ما يبقاش في حساسيات في التعامل.
قاعدين مع بعض سنه، اوكي فمش عايزين في خلال السنه دي كده كده هتتخانقوا، كده كده هيحصل كلاشات، وكده كده اصل الفيتشر الفلانيه طب انت اتاخرت ليه بتاع. ده طبيعي وصحي وشيء وارد، مفيش مشكله، الاخوات بيعملوا مع بعض كده، فمش ما بالك بالاصحاب. فتمام. بس ما نوصلش الموضوع لمرحله ان انا اقوم جايب حد يلبس اوكي التيم كله عشان هو صاحبي. اوكي وانت قول لي وجهه نظرك. انت بس اخر جزئيه قلتها اللي هم الاخوات بيعملوا كده، فانت فكرتني بمصاريف البطن ايوه بتتعارك يا علي. اه بالظبط، يعني ده مثال منطقي جدا. اوكي. طيب انا يعني انا مش عايز اعيد اللي انت قلته، فانت فعلا قلت المميزات كويس جدا، اللي هو بيبقى اصحابي، فانا السوفت سكيلز او ما بيننا كده سهله. ايه، في عشره وفي عيش وملح، فبنتكلم مع بعض. بس انا شايف المشكله ان هو برضو بتفتقد حته البروفيشناليزم ات سام بوينت، اللي هو انا مش عايز ازعل عمر صاحبي دوت وبتاع، فخلاص انا مش هكلمه في الحته اللي هو بيوقعها ديت. مم. مش هكلمه لو هو مثلا ما حضرش الميتنجز بتاعنا، او بيدخل متاخر، او منفض ما شويه، او علشان جاله هو ظرف ما ده عشان صاحبي فالدنيا. هيبقى ادعى وامر او اسهل ان انا اكلمه، ما بالك ما تعرفوش خالص. انا شايف اللي هي هتبقى بالعكس، انا خايف لو يزعل مني، وفي هو حته عمره ما هيزعل. الانسانيه دي ما بيننا، واحنا على مدار سنه، فاكيد في ناس هتقع في النص، هيحصل حاجات هتختفي، ايا كان يعني كل واحد عنده ظروفه، سواء هي ظروف تستدعي الاختفاء او لا. مم. بس انا بقول لك ده وارد يحصل، فممكن حته البروفيشناليزم ات سام بوينت يبقى فيها، يبقى ممكن تقابل بعض الناس. مم. على الجانب الاخر، حته ان هو حد ياخد التاسك يشتغل فيها وهو من تنانين الدفعه، او من الناس الشاطره جدا، او وات ايفر، دي طبعا حته كويسه جدا لو موجوده، اتمسك بيها بشرط ان هو ما يبقاش فيه ايجو، اللي انا باخد الحاجه وبعملها ومش عارف ايه، وبيعاملنا ايه، بفوقيه. اقل بيعاملنا مش مني احنا ناس كلكم. بالظبط، انتوا مم. كلكم بي بلس، انا ايه بلس، وبعدين انت ما فانا تعرفوش، فما اه فيش فيش اي رصيد لاي حاجه. بالظبط. فبيبقى الحلو في ايه بقى، ان انا برضو بقول احنا بقالنا 4 سنين او 3 سنين او وات ايفر بنبراكتس ده، دخلت مع ناس كتيره، مش معقوله يا جماعه ان انا التيم دوت هو التيم الفاشل اللي انا بدخل معاه كل وبنفشل كل يعني بالظبط، وبنفشل برضه مع كل ماده بناخدها. احنا عندنا مثلا 6 7 مواد في الترم، فيهم مثلا 3 بروجكتس 4 بروجكتس، مش معقوله هم نفس التيم في كل البروجكتس بدخل معاهم. يعني لازم حتى لو هم كويسين ات سام بوينت كده، انا اسحب نفسي اروح في حته تانية اجرب، او ننقسم، يبقى احنا بدل ما احنا 5 ده على طول داخلين مع بعض، لا 2 يخشوا في التيم دوت مثلا في الماده دي هتعمل معارف، ممكن يتولد بالظبط صحوبيه مفيده، يعني بالظبط. ممكن تولد، ما بقاش مش انا يمكن منغلق. يطلع احسن. مش يمكن، بالظبط. بالظبط. بالظبط فانت طول ال3 سنين انت عينك قدام على مشروع التخرج، التيم اللي هيبقى في يعني احنا لو قعدنا مع بعض في مشروع ماده، هو في الاول وفي الاخر مش هقول ترم، احنا بنبدا في البروجكت قبل قبل ما المناقشه مثلا بشهر والدنيا بتتلم، او شهر ونص او شهرين والدنيا بتتلم وخلاص وبتعدي. لكن ده هو اكتر كمان من سنه، احنا فعلا من اول ما بتيجي اجازه اللي هو خلاص سنه ثالثه منقولين لرابعه، فخلاص احنا بنبدا، هو الفوكس بتاعنا الجراديويشن بروجكت. الفكره، ونلم تيم، وحتى الدكاتره نفسهم ما بيبداوش، يعني بيكونوا اوريدي معاهم فورمز ممليه دول التيم الفلاني، دول التيم يعني، بالظبط. فبيبداوا يجمعوا بعض من الصيف، يعني مش بنستنى الترم يبدا عشان نقول بقى يا فتاح. ده الناس اللي بتستنى الترم ده بيبقى دول اخر وبعدين ناس. بيلموهم مع بعض بقى، اللي هو انت بقى بتلاقي نفسك انك عشان ما دخلتش في تيم، يلا يا باشا البس. بالظبط. انا كنت بلاقي ناس في شهر 11 وفي شهر 12 واحنا خلاص يعني بنعدي الترم الاول، ويقول لك واحنا ما فيش جراديويشن بروجكت، او ما فيش يا جماعه تيم محتاج ناس. الله، طب وانت كنت عشان خلاص احنا ما كنتش يعني كنت معتمد او سايبها كده اهوت لغايه مطنش. الاخر، مطنش، او دخلت في تيم انا مش عارف الكيمستري ما بيننا عامله وسبته. ازاي وسبتهم، فبقيت انا كده ايه دي مشكله دي. لوحدي. فنلاقي ان الناس دي في الاخر بتلجأ اللي هي لا تختار الفكره ولا وتدخل مع دكتور معين هي ده مرغمه ممكن عليه، ممكن وهو يلاقي اللي يختار لها نفسه، ده فكرتها. ممكن يبقى يلاقي نفسه لوحده، يعني بيعمل مشروع تخرج اه لوحده. بالظبط، وانا شفتها دي انا بعينيا. شفتها انا كمان. اي نعم، بيبقى على سكيل اللي هو واحد بس في نفس الوقت انت بتلوز حته ان انت خسرت شغال حاجات في كتير تيم. بقى خسرت حاجات كتير، خسرت اللي هو المانجمنت بتاع التيم، خسرت انت تبقى ليدر مع ناس، خسرت حاجات كتيره جدا. فما تسيبش الموضوع لغايه الصيف بتاع اخر سنه ونقول بقى يلا الكلام على ايه. انا كمان اعرف ناس كانت ممكن من سنه ثالثه، اول ما دخلنا سنه ثالثه بتبدا تحجز دكاتره، احنا نبقى معاكم السنه الجايه، هم خلاص عارفين بعض وبتاع، فاحنا معاكم السنه الجايه وفي دكاتره والدكاتره عشان هم تمام. معروفين في الدفعات يقول لك انا ما باخدش غير تيمين ثلاثه عشان اعرف اركز بالظبط معاهم مثلا. بالظبط. فالناس دي بتبدا تجمع نفسها بدري، اللي هم ناس شاطره، علشان يلحقوا الدكتور اللي هو مثلا هيساعدهم، او هم شايفين ان هو ده اكتر دكتور مثلا مميز في الدفعه، فاحنا عايزين نبقى معاه. وهوب خلاص كل سنه وأنت طيب بقى محجوز، ما بالظبط. تلاقيش مكان ان انت تبقى موجود مع حاجه زي كده، عشان برضه تطلع اكبر قدر ممكن من الاستفاده فانت يعني حاول بقدر المستطاع تلاقي التيم بتاعك من بدري. بدري، مظبوط. وتبقى انت اشتغلت معاه قبل كده. طيب،
نفترض جدلا ان انت غلط في تيم ومعاك مثلا سواء صاحبك او مش صاحبك بغض النظر، واكتشفت وانتوا شغالين ان هو شايل ايده، او مثلا بتديله التاسك تغرق، بتقعد إمم، كتير ما إمم، بتتعملش، إمم. اتصرف ازاي بقى؟ طيب هو زي ما إحنا كنا اتكلمنا في حلقات قبل كده في أصول في التعامل، اللي إحنا كنا في بنقول عليها ادب. في أصول في التعامل اللي إحنا بنقول عليها الprotocols. فأنا عندي حاجة في الموضوع دوّة كده اسمها gradual escalation protocol. يعني عارف أنت لمّا حد يبقى بيكلم حد والتاني يرد عليه رد عنيف فيقول له ده تصعيد غير مبرر، مم. فأنا في بروتوكول للتصعيد. مم. أنا دلوقتي لو معايا حد وهو شايل إيده خالص، طيب أنا من الأول لو أنا شغال بsoftware tools معيّنة والsoftware ديّة حد الاحظ. بتوضّح إن مم. في شخص عمر عنده تاسكات في وأحمد دروب. عنده تاسكات وإكس عنده تاسكات، فعمر عمّال بيعملها مثلًا من inbuild ينقلها progress بعد كده in review بعد كده اتpublished مثلًا أو whatever، دي الtask بتاعة عمر. أحمد نفس القصة، لكن لقيت شخص إكس دوّة ده ما فيش، قاعدة معاه أسبوعين، الأسبوعين عدّوا ما اتحركش. نقلهاش. مم. طيب أنا كteam leader المفروض أتصرّف إزاي؟ أنا أول حاجة هاتكلّم معاه اللي هو خلّي بالك just a reminder يا إكس التاسكات بتاعتك إحنا معتمدين عليها، فمن فضلك بُص كده أهوّة ايوه، عليها انت في أي مشاكل. كليدر دورك تفهم. بالضبط. مم. وحتى لو أنا مش leader أنا ما برضه هي الleadership ديّة هي skill موجودة المفروض عند كل حد، مش شرط أبقى أنا الtitle بتاعي leader في الgraduation project لإن هو دي مسؤولية مشتركة بيننا كلّنا. بس في واحد بيبقى مودريتور فبيحل، أكيد، في واحد أكيد، بيكون شاطر أكيد. فيها فبيزق الدنيا أكيد، يعني. أكيد. بس أنا باقول لك أنا برضه حتى لو أنا عمر ده صاحبي أو أنا أعرفه مم. وأنا لقيت نفسي إن أنا باعمل الtasks بتاعتي اصلا وعمر في الدنيا الاخر هبقى واقفة بلوجد عليه هاتكلم يعني، معاه، هبقى بلوجد عليه يعني. بالضبط. مم. فأول حاجة إن أنا باتكلم مع الشخص وأقول له بُص والtools دي برضه ممكن من الأول أبقى مشاركها مع الدكتور، فممكن الدكتور تبقى هي أنا مش عايز أخلّيها هي اللي تقسّم التاسكات، أنا مش مع دوّة، أنا مع إن انا الleader دونت ريكومند اصلا. هو اللي يقسّم تاسكات، هو اللي يتكلم مع الناس ويبقى هو الموضوع إيه عارف بشكل الكباسيتي friendly بتاعتهم، وهو بالضبط. عارف كل حاجه، ده بالضبط، لإن شاطر في مش لازم الحته. كل حاجة بالتفصيل الممل تبقى عند الدكتور، هو ده مش ايوه، مسؤوليته خالص الmanagement، وانت عارف ده الmanagement ده مش شاطر في بتاعته. الحته، ده شاطر في الاي اي، ده شاطر في الفرونت اند، ده شاطر في الباك اند، فاهم؟ بالضبط. فأول حاجة اللي هو حاجة شكل friendly reminder كدهوّة يا فلان الدنيا تمام معاك، أنت ما فيش عندك أي ظروف، طب بُص عشان خلي بالك الtask دي أنت لسه ما اتحركتش حركتهاش. مثلًا، وبعد كده طب هي بقى لها فترة معاك وأنت كده وصلنا مثلًا للdeadline بتاعتها، فأنت إيه اقعد بقى اتكلم معاه ساعتها واخش in details. هل أنت عندك مشكلة technical؟ هل أنت عندك مشكلة ظرف ما الtask دي مش هتعرف تعملها، مم. فممكن أقسمها ما بين الteam however التاسكات اللي جاية أنت تمام يعني والمشكلة دي هتبقى حليتها، مم. فخلاص نبقى عدينا الحتة ديّة اتحلت كان بها. طيب ما اتحلتش، مم. فأنا لازم اسكاليشن بقى. لأ، أنا لازم باتكلم معاه اللي هو أنت بشكل بقى professional حازم ده قاطع، warning ده. أنت معاك لغاية اليوم X، اليوم دوّة هنستلم الtask. بعد كده هاضطر إن أنا أدخّل دكتور وأنا مش حابب إن أنا أدخّل الدكتور. هو ده اللي أنا باقول عليه gradual escalation. الدكتور دي آخر حد، بالذات خلّي بالك إن لمّا أنا باروح أشتكي للدكتور دي بتبقى حاجة مش وحشة تكسر للشخص. الحده دي، بتكسر الحده كمان بتاعت او بتكسر التيم بوندنج اللي انت عامله مع دي. دي خلاص انت point ده وقع منك. دي point مم. الpoint التانية الدكتور مش بتقيّم إن الشخص ده وِحِش بس، ده ممكن تقول لك دول شوية عيال بيتخانقوا مع بيتخانقوا مع بعض. بعض، مم. فأنا شوية العيال بيتخانقوا مع بعض ديّة ادّت أصلًا feedback على الدكتور، أنتم كده بسم الله الرحمن الرحيم نقصتوا لكم كام درجة كلّكم على بعض كده عشان خاطر الteam مش بيcommunicate effectively. مم. فأنتم محتاجين إن الدكتور ده يبقى آخر حاجة، بس هي تبقى موجودة في الصورة مع الشخص ده. باقول لك أنت في يوم X لو ما سلمتهاش هاضطر إن أنا ألجأ اصل للدكتور هي وإحنا مش هتسالنا يا عايزين جماعه نعمل انتوا حاجة زي عاطلين كده. على ايه، والله فلان بالضبط. الدنيا لسه مش بتمشي يعني. وأنا دايمًا باحاول برضه إن أنا يبقى عندي في حتة الحزم دي كده، إن أنا يبقى عندي برضه زي meeting كل فترة كل شهر باقول لها الprogress بتاعتها، اكيد. مش إن أنا كل 6 شهور أو كل ترم باقابلها مرة، ده مش it لا doesn't make طبعا. sense. مم. لو الteam كله عارف إن أنا at some point هارجع للدكتور بالtasks بتاعتنا، ودي كانت بتاعة محمد ودي بتاعة سيد ودي بتاعة عمر، وسيد ده واقع مننا، فسيد هيبقى جاي هيبقى برضه إيه، الدنيا بالنسبة له مش ألطف حاجة. فيضطر يبرر، طب برر مره، هل هيبرر كل مره؟ فدي اللي بنسميها gradual escalation protocol. حلو. طيب خلاص الدنيا مشيت معايا خلاص كان بيها، ما مشيتش معايا فانا خلاص الشخص ده بقى وهو دايما بيقع مني، دايما مش بيفوكس في التاسكس بتاعته، فانا بضطر اسفا ان انا اريبورت دوت للدكتور واقول لها الشخص ده مش بيشتغل معانا في التيم،
فهنحتاج نعمل حاجه اسمها دي سكوبينج، ان انا البروجكت بتاعي فيه مثلا 8 فيتشرز واحنا كلنا على بعض 4، فانا للاسف هضطر اشيل 2 فيتشرز عشان احنا 3 اللي شغالين. مثلا. ففي الاخر هيطلع بالشكل ده، وهنقلهم مثلا بدل ما كان هو اللي انا هسلمهم، دول هيبقوا في خانه الفيوتشر وركس. ما بالك بقى لو انت كنت باني احلام الدنيا والاخره على الشخص ده؟ لا، على السكوب بتاع البروجكت نفسه، وفجاه اتفاجئت في النص ان حد بيقع. عشان كده بقول لك نرجع تاني للجزئيه بتاعت المهم انك تكون ال8 دول رياليستيك، ال8 دول ده الام في بي، انا هطلع بده على عددنا. انما لو حصل دروب خلاص بنتكلم في قصه وضروري برضو ان الشخص لو عنده ريسبونسبيلتي وهو عنده ظرف يمنعه اللي هو يبقى متواجد في التيم، لازم يبقى واضح ويقول لدوت للتيم. فمش هقول عشان خاطر ياخدوا شغله، عشان خاطر لو هو من بدري لحق نفسه وهيعمل على حسب ظروفه ديت بروجكت لوحده او وات ايفر، ويبقى متفق مع الدكتور كان بها. ما عملش كده والتيم بلغ عنه اللي هو مش معانا، مش هقول لك هيلبس الناس، ما برضو الدكتور لو احنا عملنا لها انجيجمنت في حاجه زي كده فدي هتبقى في وشه وخلاص. هو الدكتور ممكن تراعي ما تنقصناش بسبب حاجه بره عن ايدينا يعني. فبرضو هيبقى هو هيلحق نفسه، وفي نفس الوقت هيبقى حافظ على احترامه وحافظ على علاقته بالناس دي. الشكل العام بالظبط.